هلا فيكم من قلب الحوسه يا جماعه. انا قاعده تقول في تعليقات من يوم ما نقلتي البيت جديد واحنا ما نشوفك تطبخي والله يا جماعه من جد انا ترى ما اطبخ، بس ما افضى، والله ما افضى. البيت ياخذ كل وقتي، غير كذا فيديوهات اليوتيوب مره تاخذ وقت كثير فوق ما تتصوروا، والله فوق ما تتصوروا. فاي يوم واحنا ما شاء الله يعني عندي قناتي وقناتنا ودائما ننزل، الايام اللي ما نصور فيها يوتيوب اكون مشغوله مع البيت وترتيبات البيت. المهم ما علينا. رمضان لازم نفهم شيء مره مهم، انه رمضان مو اكل، مو انه نقضي طول اليوم في المطبخ، مو انه نتحدى بعض مين سفرته احلى ومين اطباقه اكثر على الطاوله. رمضان ما ادري ليش احنا فاهمين رمضان بطريقه مره غلط، انه اكل، قهوه، حلا، طول اليوم في المطبخ، صحون انا عن نفسي زي ما قلت لكم دائما عندي شهر رمضان شهر تصفية الجسم من السموم. يعني احاول قد ما اقدر احاول انه يكون اكل صحي وكذا. طبعا احاول ادخل عبد الرحمن معاي بنفس الموال، بس ما يبغى المقالي وكذا، يقول لي والله انا ما احس برمضان الا اذا اكلت مقالي المهم هو متعود كذا. فالمهم اليوم فطورنا الصحي سلطة وشوربة خضار، وراح اعمل مقالي، قصدي قاعدة اسوي مقالي لعبد الرحمن. طبعا انا دخلت المطبخ متأخر انا اعترف، بس شو اسمه والله انشغلت، كان عندي تصوير ومرة انشغلت، والبوتاجاز ما يساعد. انا نسيت انه البوتاجاز اللي عندي اوف يا جماعة لازم اغيره، هذا مستحيل اطبخ فيه رمضان، مستحيل. يعني لو اطبخ كذا حنتسحر كل يوم. احس حتى كمان في رمضان انه الواحد لما يحط بس تمره ومويه في فمه خلاص يصير شبعان. يعني احنا بس لانه قاعدين نصوم كذا طول اليوم نحس انه راح ناكل اخضر واليابس بس يعني انتوا اكيد زي اول ما تقعدوا على السفره تاكلوا مجرد لقمتين شيء تحسوا نفسكم شبعانين، وبالتالي يصير هدر في الاكل، يصير اكل مره كثير تو ماتش، فنضطر انه نرميه. او يعني ما ادري انا احس انه رمضان بالعكس المفروض يكون اقتصادي اكثر، يكون شهر كذا نهتم فيه انه نسوي عبادة اكثر من انه نقضي وقت في المطبخ ونضيع وقت في المطبخ. هذا تفكيري، بس انا متاكده انه في كثير ناس ما راح يتفقوا معي انه خلاص هو هذا طقوس رمضان، يعني خلاص انه احنا متعودين يكون في سفره واكل ونجتمع على الاكل وننبسط وكذا. ممكن صراحه ليش لا، يعني ممكن مثلا توازنوا انه تسووا اكل صحي واكل مو صحي، وتاكلوا شوي من هذا وشوي من هذا. بس والله أهم شيء الشوربة. نعرفها هنا فيها بروكلي وذرة وجزر، وإيش كمان حطيت فاصوليا خضراء. هذا شوربة نباتية صح، يعني ما فيها لحم ولا فيها دجاج. حطيت لها ماجي كمان. بالعافية. هذه سفرة أنا السمبوسة أكون قاعد عندها الآن. طبعا هذه سفرتنا المتواضعة الصحية. العشاء الساعة 7:30 بس أخرنا ساعة واحدة. تعرف ليش السبب؟ أيه؟ البوتاجاز لازم تغير لي اياه، ما حطبخ برمضان بهذا البوتاجاز. اعترض انا اخترته، بس ما كنت عارفه انه لهذه الدرجة متعب. مرة البطاطس تنقلي نص ساعة قاعدة. المهم يلا بسم الله يا جماعة حناكل أخيرا. لولي وينك انت غاصة؟ يلا بسم الله. فطرنا قبل ساعة. لا تمر وموية. ايه اكيد نكسر الصيام. الحين وقت عبد الرحمن بالسمبوس. انا سويت لك شوربة اول شيء، بعدين سلطة، بعدين يا ويلي بالعافية. قبل ساعة والسفرة جاهزة قدامنا وجيعانين وكمان استنى حصور. خلاص مرة كذا خلاص يلا بسم الله. لا لسه شيرة حجيب لك شيرة الحين. إلين يلا بسم الله. لا ترسم الحين وقت أكل. طيب عبد الرحمن قاعد يقضي على السمبوسة والكنافة. طب والشوربة والسلطة لمين؟ واللبن والعصير اللي تعبت عليه، عصير الأفوكادو الطازج اللي سويت لك إياه. الشوربة لك. لا لازم ما تسمني. لازم انا اصلا أنا أفكر فيكي. انا قلت لهم اني حشرب شوربه واكل السلطه، بس لازم انت كمان تاكل. طب الشوربه تنشرب ولا تنأكل؟ 2 في 1. اعطيني يلا صحنك. ايش يا لولي؟ خلاص بس كذا. جبل خاطر. يلا لولي اعطيني صحنك كمان اغرف لك.
طبعا اول يوم متاخرين في الافطار ان شاء الله. بسبب الفرن صح؟ الفرن اكيد، وانا كمان تاخرت. بس هاله لولي ايش تبي تقولي؟ بدي اقول اسمع هذا ايش؟ حيباني هدي الارنبية تاكل مرة كتير عشان تقدر تسوي طرش بردون. عشان قصدك عشان تسوي يصير عندها كرش. والله ما شاء الله الارنوبه تاكل اخضر واليابس. تاكل اكل البسس. اي والله مفجوعه من جد. مفجوعة دي. بسم الله يلا ناكل. وش حالات الشوربه وش زينها. تاكل وما تحس بتأنيب الضمير. والله وتحس نفسك خفيف لما تقوم من السفرة. يا جماعة تحس نفسك نظيف. صح صح كلامك بالضبط. يا جماعة بالضبط. ما في فايدة لا حيالي بنت نادي. مضبوط كلامك. طيب على الأقل كل السمبوسة والشوربة مع بعض عشان اللي ايش تبي تقولي لك ساعة. عشانك. يا جماعة بهذا اليوم اكتشفت انه ناقصني صحون. لا الصحون اللي عندي كلها دائرة دائرة دائرة. انا شيء زي كذا شوف زي هذه. فاليوم ايش رايك توديني السوق؟ ابي السوق. امزح خلاص. انت المفروض تاكل تكون مروق صح ولا لا؟ متى واحد يطلب من زوجها الطلبات لما يفطر صح ولا متى بالضبط؟ بعد العشاء. بعد العشاء خلاص تمام حرجع. انت تزبطني انا ما تزبط مامي. يا لولي هذا للبيت هذا مو لي الصحون البيت. شوفوا يا جماعة هذه الصحون مرة عجبتني شكلها مرة حلو فحسيت انه ناقص يعني ابغى نفس هذا الشكل. سؤال. هلا انت تفضل. خلال هذا الشهر كم صحن اشتريتي؟ 30 40 1000 ما ادري. طب والله انا متاكد انه اكثر من 40 والله. طب اوكي لازم تنوع وتشكل مو تجيب نفس الشكل. والله يا جماعة محشي ملفوف يجنن حامض وذايب. احنا يأذن عندنا الساعة 6:32 دقيقة بس احنا متقدمين على السعودية بساعة. يعني عندنا مثلا الحين الساعة 47 في وعندهم نفس السعودية. الحكايه 6:32 والله يعني يأذن عندكم قبل 8 دقائق. يلا في مكة ما بين جدة ومكة دقيقتين فرق اعتقد. افطارا شهيا وصيامة مقبولة ان شاء الله. يلا بما انه اول يوم حاكل بس رول واحد هذا او نص بس حدوب. انا باكل نص كمان. يلا انا وياكي ها. حلو. تصبح على خير. وات غيبوبة جماعية. لا يا شيء ما حتى ما تعب نفسه يطلع فوق على طول على الكنبة. لازم تنام في اقرب مكان للسفرة. اتوقع هذا وضع العالم العربي كله. الغيبوبة بعد الافطار. والله يجيك دوخة بعد الافطار تنام. اي والله وراسك تحسه ثقيل كذا. يلا نوم العوافي. شوفوا يا جماعة جيت احط في الميكروويف هذه البواقي اكتشفت اني نسيت احط البطاطس. ومشكلة البطاطس خلاص ما يصير طعمه حلو. واو ماي جاد شايفين كيف في رمضان المخ يفصل.